ده سوريا البطل بتاع فيلمنا، والاحداث بتبدا في قريه هنديه، وبنشوف واحد اسمه توجي وبيلقبوه بالزعيم، وليه في كل اعمال السرقه والقتل، وعنده اسطول نقل كبير. ولما بيكون في عربيته بيقف بسبب الطريق، وساعتها بيشرب عصير والجو حر، ووقتها بيشوف سوريا عطشان وموجود قدامه، وبيخلي البياع يقدم له عصير، والزعيم بيقول له اعتبرني زي ابوك. ولما سوريا بيمشي بيرفض يشكره لانه عمل خير وخد عليه الثواب، وده بيخلي الزعيم يتاثر بكلامه جدا. وساعتها بيحصل انفجار في المكان، وفي عصابه عايزين يقتلوا الزعيم ومحاصرينه من كل الاتجاهات، لكن سوريا بيبدا يدافع عنه وبيكون واقف في ظهره، وهما الاتنين بيبداوا يضربوا فيهم وبيستخدموا كل الطرق علشان يتخلصوا منهم، وفي الاخر بيركبوا العربيه وبيسيبوا المكان وبيهربوا. ووقتها توجي بيعجب بشجاعه سوريا وبيشكره علشان انقذ حياته، ومن وقتها بيعتبره دراعه اليمين وبيسميه الزعيم. وبعد ما بيعدي 15 سنه بنروح لساتيا ابو سوريا، وبنلاقيه متضايق لان ابنه مجرم وزعيم عصابه، وبيحمد ربنا ان ابنه التاني شيف ما طلعش زيه، وده بيكون شيف وبيضرب الطلاب في الجامعه علشان بيعكسوا البنات. ولما بيرجع البيت بيعرف انهم بكره هيسافروا لعمهم مدينه دلهي. وتاني يوم بنروح لعمه زرافر، وبنلاقيه ضابط شرطه جبان، وكل الناس بتفضل تضربه، وشيف بيقول له انا كنت فاكرك شجاع وقلبك ميت. وساعتها عمه بيطلب منه يروح مهمه مكانه وينتحل شخصيته، وبيوري له صوره البنت اللي هيحرسها. وشيف بيكتشف انها انكيتا وتعرف عليها من سنه في مهرجان الجامعه. وتاني يوم بيلبس الزي وبيروح يقابلها، وهي اول ما بتشوفه بتعرفه على طول وبتستغرب انه بقى ظابط. وبعدها بيوصلها السينما علشان تتفرج على فيلم، ولما بتكون هناك فيشال بيوقفها وبيفضل يضايق فيها، وبنعرف انه ابن وزير الداخليه. ولما بيمسك ايديها غصب عنها شيف بيضربه وبيبدا يدافع عن انكيتا، واهم حاجه يحميها منهم باي طريقه، وبيكسر عليهم المكان، وهي بتطلب منهم يمشوا بسرعه. ومن ناحيه تانية ده بيكون ايشومان اخو انكيتا، وبنعرف انه ظابط مرتشي وظالم، وبنشوفه عمال بيضرب في ناس بتتحدى وزير الداخليه، وفي نهايه الامر بيولع فيهم وهم عايشين. وبيكلم الوزير وبيقول له المهمه تمت بنجاح، وهو بيوعده هيخليه مفوض بعد ما يجوز اخته لابنه، لكن بيزعق اول ما بيعرف ان في ظابط ضرب فيشال، وايشومان بيطمنه بانه هيحل المشكله. ومن ناحيه تانية شيف وانكيتا بيكونوا مع بعض، وبيعترف لها بانه بيحبها. ووقتها اخوها بيدخل عليهم الاوضه، وبنلاقيه متضايق اول ما بيشوفهم، وبياخد شيف غصب عنه بيوديه القسم، وبيفضل يضربه وبيذل فيه علشان قرب لاخته، وبيعامله زي الكلب. وزرافر بيترجاه يسامحه لكن بيوقفوا عن العمل، وبيتهم شيف بقواضي كتير جدا علشان يفضل حبسه. ولما بيشوف ساتيا وبيعرف ان هو ابوه بيعامله بطريقه وحشه، وبيقول له هفضل اعذب ابنك وهخليه يتمنى الموت، وبيرميه بره القسم وبيوقعه على الارض. وساتيا بيقول له المجرمين هم اللي هيعرفوا يقفوا قدامك، وانا هجيب اللي يحمي ابني ويخرجه من السجن. وفي الوقت ده بنروح لسوريا وبنلاقيه الزعيم، وكل الناس بتخاف منه وبتعمل له الف حساب، وبيكلم واحد ظالم وغشاش وبيستغل الناس، وبعدها بيبدا يضرب في كل رجالته ومحدش قادر يقف قدامه او يسيطر عليه، وبيفضل فارض سيطرته على المكان لحد ما بيتخلص منهم كلهم. ومن ناحيه تانية ايشومان بيقابل الوزير، وبيلاقي صورته في التلفزيون وهو بيسحل شيف على الارض، والوزير بيزعق له علشان الانتخابات قربت وتصرفاته هتأثر عليه. وايشومان بيعرض يقتلوا شيف، وهما الاتنين بيحطوا خطه مع بعض. ولما بنروح لسوريا بنلاقيه عمال بيتدرب، وواحد بيطلب منه يقتل مدرس لكن بيضربه وبيخرجه بره البيت. وساعتها بنعرف ان ابوه كان معلم، وده بيخلينا نرجع للماضي تاني، وبنلاقي اخوه شيف بيلعب كرة مع اصحابه، ووقتها شباب بيروحوا له وبيوقعوه على الارض. وساعتها بيوصل سوريا للمكان وبيدافع عنه، ولما واحد بيغلط في ابوه لانه عاجز بيتضايق وبيضربه. وساتيا بيعرف اللي حصل والناس بتشتكي له من ابنه، وهو بيضربه بالقلم على وشه بسبب تصرفاته، وبيتأسف لهم وبيكون محرج جدا منهم. وسوريا بيتضايق وبيقول لاخوه مستحيل اسامح حد بيغلط في ابويا. وتاني يوم بيكون في المدرسه وبيلاقي نفس الولد بيتريق عليه وبيعايره ان ابوه مشلول، فبيروح يضربه وبيكون مصمم ينتقم منه لحد ما ابوه بيوصل وبيكون متضايق من تصرفاته، وبياخده هو والولد وبيحطهم في الاوضه لوحدهم وبيقفل عليهم. وبعد ساعات بيفتح الباب وبيلاقي سوريا موت الولد وسايح في دمه، وهما الاتنين بيكونوا مصدومين جدا ومش عارفين يتصرفوا ازاي في المشكله. وبعد مرور 3 سنين سوريا بيخرج من السجن، وساتيا رافض يرجعه للبيت من تاني، لكن اخوه ابنه بيترجوه علشان يسامحه، وهو بيضطر يوافق في الاخر. وفي نفس الوقت سوريا ماشي في الشارع، وابو الولد اللي قتله بيقف قدامه، فبيطلب منه ينسى الماضي، لكن بيكون رافض وبيضربه وعايز يموته. ووقتها سوريا بيدافع عن نفسه وبيحاول يتحداهم، وبيلاقي ماضيها يفضل يطارده في كل مكان.
المكان، وفي النهاية بيتخلص منهم كلهم. وساعتها بيشوف ابوه واقف قدامه، وكل ما بيحاول يصلح موقفه معاه بيجيله في الوقت الغلط، ووقتها بيقول له من النهارده ماليش ابن وهعتبرك ميت. وبعدها بيسيب المكان ويمشي، وسوريا عمال بيعيط وصعبانه نفسه عليه. ولما بنرجع للوقت الحاضر بنلاقي الدموع في عينه، والزعيم بيحاول يقف جنبه علشان شايفه زعلان، وبيديله صورة شاب وبيقول له الوزير طالب مننا نقتله. وسوريا بيقول ده شكله ابن ناس وما بيكونش عارف انه اخوه، لكن بيوافق في الاخر على المهمة. وبعدها بيجيله المساعد بتاعه بيقول له في واحد اسمه ساتيا عايز يشوفك، وده بيخليه متفاجئ جدا، وبيروح يقف في الشباك وبيلاقيه فعلا ابوه، والدموع في عينيه وعمال بيعيط. ووقتها بيغير هدومه بسرعة وبيخلع الخواتم من ايديه وبينزل علشان يتكلم معاه. وابوه بيرفض ياخد البركات بتاعته وبيقول له حياة ابني في خطر وبيطلب منه ينقذه، وبيديله الفلوس مقابل اتعابه وصورة اخوه، وبيقول له عمري ما كنت اتصور ان اطلب من مجرم زيك يدافع عن ابني. وبعدها بيسيب المكان ويمشي، وسوريا متضايق ومش عارف يخلي ابوه يسامحه ازاي. وبعدها المساعد بتاعه بيقول له الصورتين لنفس الشاب، وازاي هتقتله وتنقذه في نفس الوقت. وساعتها سوريا بيعرف ان حياة اخوه في خطر وبيقرر يحميه. وتاني يوم ايشومان وفيشال بيروحوا لسوريا البيت وبيقعدوا معاه وبيفكروا ازاي يقتلوا شيف. ووقتها سوريا بيعرض عليهم يبرئوه من كل التهم، وبعدها هو هيقتله. وساعتها اسم ايشومان هيفضل نضيف ويبعد عن الجريمة، وهو بيوافق بشرط يموته بسرعة. وفعلا تاني يوم بيخرجوا شيف وبيرموه في مكان لوحده في الصحراء، وسوريا بيروح له بالعربية بتاعته. واول ما بيشوفه بيفتكر لما كان صغير زمان وهما الاتنين بيتحدوا بعض، وسوريا بيقول له مستحيل اسامح حد بيغلط في ابويا. ووقتها شيف بيفتكر كلام اخوه بيتاكد انه هو، وهما الاتنين بيعملوا تمثيليه علشان فيشال بيكون شايف اللي بيحصل ما بينهم، وبيخليه ياخد المسدس بتاعه وبيروح يركب العربيه بسرعه وبيسيب المكان ويمشي. وبكده المخطط بتاعهم بينجح وبيحمي اخوه. وبعدها بيتجمعوا وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا وبيحتفلوا برجوعهم لبعض. واول ما بيشوفوا ابوهم وصل للمكان سوريا بيستخبى وبيقول لشيف يروح له وما يعرفوش ان هو اللي انقذه. وفعلا بيقابل ابوه بيسلم عليه وبيحضنه، وسوريا واقف من بعيد وعمال بيعيط ونفسه يرجع لابوه من تاني ويسامحه. ولما بيكون ماشي وبيساعد الناس الفقراء رجاله الوزير بيحاصروه من كل مكان وعايزين يمسكوه، وساعتها بيمثل انه خايف منهم، ووقتها بيغفلهم وبيطلع يجري وبيحاول يهرب وهم كلهم بيكونوا وراه، لكن محدش بيقدر يوصل له او يسيطر عليه. وفي نهايه الامر بيسيبهم ويمشي. ووقتها بيروح لبيت الوزير وبيقول له انا جاي لك لوحدي وعلى مزاجي. ولما بيشوف رجالته بيبدا يضرب فيهم وبيعرفهم غلطهم. وفي نفس اللحظه بيوصل الزعيم الكبير والوزير بيقول لهم ازاي ترجعوا في الاتفاق وشيف لسه عايش. وسوريا بيقول انه غلط وهيقتله المره الجايه، لكن ايشومان بيرفض وبيلغي العقد اللي بينهم، وده بيخلي سوريا فرحان وبكده هيدافع عن اخوه. ولما بيشوف انكيتا في المكان بيسالها انت بتحب شيف، وهي بتقول له بحبه وعايزه اتجوزه. ووقتها سوريا بيعترف ان شيف اخوه، وكلهم بيكونوا متفاجئين جدا من كلامه، وبيهددهم اللي هيقرب منه هيكون مصيره الموت. وبعدها بيسيب المكان ويمشي. وتاني يوم ساتيا بيكون في البيت وسوريا بيروح له علشان يرجع له الفلوس، وشيف بيطلب من ابوه ان اخوه يخرج معاهم، وهو بيقول له وجوده زي عدمه مش فارق معايا. وساعتها بيكونوا ماشيين في الشارع ورجاله الوزير بتحاول تموت سوريا وهو بيكون شايفهم، فبيقرر يدافع عن نفسه وبيخلص عليهم. وكل ما ابوه بيبص وراه بيعمل نفسه عبيط وكانه بيساعد الناس وبيحب الخير. وتاني يوم الوزير بيصحى من النوم وبيلاقي كل اعضاء الحزب بتاعه ممسوكين في شقق مشبوهه، وبالشكل ده صعب يكسبوا في الانتخابات الجايه. وسوريا بيكلمه في التليفون وبيقول له انا اللي عملت كده والمره الجايه هموتك. ومن ناحيه تانية انكيتا وصاحبتها دامبل بيطلبوا من ايشومان يخرجوا، وهو بيوافق بشرط انهم ما يتاخروش. وبعدها بتكلم شيف في التليفون علشان تشوفه، وفعلا بيتقابلوا في الديسكو مع سوريا بعد ما قضوا مع بعض يوم جميل. وفي النهايه شيف بيرجعها للبيت، ولما بيركب العربيه دامبل بتشربه ميه. وتاني يوم بيصحى من النوم وبيلاقي ايشومان قدامه وبيقول له ازاي تغتصب دامبل صاحبه حبيبتك، وبيكتشف وقتها انهم اتفقوا عليه والميه كان فيها مخدر ودامبل عشيقه ايشومان. وساعتها بيرميه في عربيه الترحيلات علشان يشوهوا سمعه اخوه. وساتيا بيضرب سوريا بالقلم لان شيف كان موجود معاه وبسببه اترمى في السجن، وبيتهموا انه مجرم وقاتل وبيفضل يهزق فيه. ولما الزعيم بيقرر يعرفه الحقيقه سوريا بيمنعه علشان ما يتكلمش، ووقتها بيوعد ابوه انه هيرجع شيف من تاني. ولما بيسيب المكان ويمشي الزعيم بيعرف ساتيا الحقيقه وبيقول
بيقول له لما مسكت الطلاب ودخلتهم الأوضة الولد مات بسببك، وسوريا كان في حالة صدمة وخايف عليك، وقرر في الوقت ده يشيل القضية مكانك ويغرق هدومه بالدم، وانت دخلت عليهم وافتكرت ان ابنك هو اللي قتله. وده بيخلي ساتيا متفاجئ جدا لانه ظلم ابنه طول السنين اللي فاتت. وفي نفس الوقت سوريا بيكون ماسك في شال ابن الوزير وبيكون زارع في جسمه قنبلة، وبيقول له لازم تخلي ابوك يفرج عن شيف والا هتموت. وفعلا تاني يوم شيف بيخرج من القسم وسوريا بيحضنه وبيكون فرحان جدا، والوزير وابنه بيترجوه علشان يشيل لهم القنبلة، فبيجيب لهم واحد سباك وبيحاول يساعدهم وبيتريق عليهم. ووقتها ايشومان بيكون واقف واخته بتقول له انا هتجوز شيف ومش عايز اعرفك تاني، وسوريا بيهدده لو قرب منهم هيكون مصيره الموت، وده بيخليه متضايق وبيفكر هيعمل ايه. وبعدها الزعيم وساتيا بيكونوا في الطريق لسوريا، وايشومان بيعمل معاهم حادثة وبيدمر العربية بتاعتهم وعايز يموتهم. ولما بنروح المستشفى سوريا بيكون قلقان على ابوه خايف عليه جدا، وايشومان بيكلمه في التليفون وبيكتشف انه السبب في الحادثة وبيعرفوا المكان اللي هيكون مستنيه فيه. والزعيم بيطلب من سوريا ينتقم ويرجع حقهم، ووقتها بياخد بركات ابوه بيكون زعلان وبيفكر هيتصرف ازاي. وفي الوقت ده بيروح للمكان اللي فيه ايشومان وهما الاتنين بيكونوا واقفين قصاد بعضهم، وساعتها كل واحد فيهم بيحاول يسيطر على التاني ويقتله، لكن سوريا بيقدر يستخدم كل اساليبه وبيخليه مش عارف يدافع عن نفسه، واهم حاجة عنده ينتقم ويرجع حق ابوه من تاني، لحد ما في نهاية الامر بيقتله وبيخلص عليه. وبعدها سوريا بيشوف ابوه موجود قدامه وبيكون متفاجئ جدا وعمال بيبصله، وساعتها بيجري ناحيته وبيكون فرحان وبيحضنه بعد غياب 15 سنة وما بيكونش قادر يصدق نفسه، وكلهم بيتجمعوا من تاني. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.